بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم. يمكن النهارده لقاء الاهلي وريال مدريد. لقاء رسمي بيجمع بين الاهلي ونادي القرن الاوروبي ريال مدريد في كاس العالم للانديه بالمغرب. يعني حدث ما بيتكررش كتير. طب هل الاهلي يقدر ان هو يتخطى عقبه ريال مدريد ولا لا؟ انا شايف الاهلي بامكانياته، بحاله الاستقرار الكبيره اللي موجوده في الفرقه، بمدير فني هايل، اثبت نفسه بشكل كبير جدا. مستر كولر قدر يحط تشكيله. ما نقدرش نقول ان في لعيب اساسي وفي لعيب احتياطي. كله بيأدي بنفس الشكل وبنفس السيستم. مباراه صعبه ومباراه تقيله اكيد مع منافس قوي جدا، وهو نادي ريال مدريد طبعا الغني عن التعريف. لكن النادي الاهلي بيعيش حاله كبيره من التركيز، حاله كبيره من الفوقان لكل لاعيبته. قدر مستر كولر ان هو يجهز جميع اللاعبين زي ما قلنا. مفيش فرق ما بين لعيب بيبدا الماتش ولعيب بينزل احتياطي كتغييره. دايما اللعيب اللي بينزل كتغييره بيحدث الفارق، وبيقدر ان هو يسجل هدف او يصنع هدف زي ما شفنا قبل كده مع كهربا، مع محمد شريف، مع بيرسي تاو. كل اللعيبه جاهزه وكل اللعيبه فايقه بشكل كبير جدا. كله بيطبق نظام وفكر كولر بشكل هايل جدا. نتمنى النادي الاهلي النهارده يحقق المفاجاه. هتبقى مفاجاه كبيره، وبالتالي لو الاهلي وصل للمباراه النهائيه هيبقى فيه ليه فرصه كبيره جدا. خصوصا انه هيقابل فريق عربي وهو نادي الهلال السعودي، برضه منافس محترم ومنافس قوي. قدر ان هو يتخطى عقبة صاحب الملعب وصاحب الارض وفرقة الفرقة اللي كان بيدعمها جمهور كبير جدا. قدر ان هو يتخطى نادي فلامينجو المحترم جدا. وصل للنهائي، ليه امال وليه طموحات. لكن بيتهيألي لو النادي الاهلي قدر ان هو يتخطى عقبة ريال مدريد النهارده، مش بعيد ابدا ان هو يحصل على اللقب ويبقى حدث تاريخي كبير جدا. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي اللي دايما مشرف مصر، مشرف الكرة المصرية. سلام.